وتعال انا وياكم نسوي باجيلا بالدهن بالطريقة العراقية. صدق كذب. بالبداية نقعت الباجيلا قبل يوم على مود شوية تصير لينة. ساعة غسلت لها وخليت لها مي جديد، وبعدها طبيت على حج يوتيوب كتبت طريقة عمل الباجيلا. صدق كذب كانت تطلع لي الطريقة صحيحة. هسه نجيب الجدر ونخليه على الطبخ. هسه تقولون البيت ليش هيك؟ هسه احنا عندنا عمال جوا قاعد يشتغلون فمعذورين يعني. جبت الخاشوقة وقمت اقلب بيها بهذا الشكل. خلنا نذوق لي قطعة واحدة ضقتها بس كانت تطلع كلش فاهية، ما حاط لها ملح نسيان، كان اخلي لها ملح كلش قليل عم بصير مالحة. كان ينشف المي مالتها وخليت لها مي بس. صدق ليش المي مالتها نشف؟ صدق كذب. كان تكمل عندي الباجيلا وطفيت عليها الطباخ وجيت جهزت الصينية مال الخبز. جبت لي بصل صغير ثانته وخليته بالطاوة حمصته لين الباجيلا ما تنكل الا بصل وياها ودهن. بداية نقعت الخبز بالسوب مال الباجيلا وبعدها جبت الدهن والبصل بهذا الشكل، بس البصل كله بالطاوة ما يقبل ينزل. صدق كذب. يعني الشيف حمود المليان. خلونا لايك ومتابعة الفيديو، انتظروني فيديوهات جديدة واحبكم.